يا استاذ وجدي؟ ها؟ جوه النادي اهي. انا عايز اشوشر على مرتضى ونادي الزمالك بكام؟ خليكي واقفه، خليكي واقفه يا حلوه، خليكي واقفه، خليكي واقفه. احكي يا حلوه اللي انت عايزه تقوليه. بص بقى بتاع الامن اللي جاي ده بقى، ده هيطلع. على لمه. خش بقى انت يا حبيبي، انت كمان خش خش. اتفضل. شايفين الهانم؟ شايفين اللي كل دافعت عنهم وقلت ادبكم عليا؟ ده انا عايز بس تقولي ده متفبرك ومزور مش انا، والتاريخ ده مزور. خلاص خلاص يا ابني، دوفت السنه دلوقتي العجل ده يخش. تعالى خش خش يا حبيبي، خش 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 ما تتكسفش. خش يلا خش، عايزين نكمل. خلاص يا ابني هم هيقعدوا كمان ربع ساعه، مش هنقعد بقى ساعه. خلاص هات بقى وانا ماشي جنبها، هات بقى وانا ماشي جنبها بقى اللي بيقول لك مش عايز حد ينطق تاني بحرف. مش انا اللي اقرا ده طبعا. فين يا باشا؟ فين مكانها بقى؟ قاعده فين؟ فين؟ اللي عليها تمام. انا فين بقى؟ هتلاقي انا بقى واحده واحده كده. ثانيه واحده. لا لا لا، ده نفس الواد اللي كان معايا عندي يا ابني، هو اللي واقف ده. هو نفس، مش ده نفس الواد بيحوم حوالين المنطقه. ماشي. هي واقفه بقى جنب اللي بتتكلم في التليفون ده، مش كده؟ قاعده. ماشي. هات لي بقى انا فين؟ هو فين يعني؟ مش انا اللي جاي ده اهو، وهي قاعده جنب ايه؟ كنت ممكن اقول لها مين اللي بعدك هنا يا وليه بره؟ ارجع يا ابني تاني. ايوه هات اهي. مش هي اللي قاعده دي برضو؟ وانا اللي ماشي ده بصيت لها وقلت لها مين اللي قاعدك هنا؟ هات اختها لما لقيتها مع اسلام. هاتها مع اسلام. هاتها لي مع اسلام النبي، هاتها لي مع اسلام. مش ده اسلام اللي واقف ده؟ ماشي يا اسلام. هي واقفه هناك ايه؟ شايفينها؟ بالشعر الاحمر واقفه هنا اهي اللي العلامه عليها دي. رجع لها اسلام تاني يا اخي. رجع لها اسلام. ايوه دي اسلام والشيرين اهو. شايفين الصندوق الاحمر ده قدامه على طول اهي، في طفل صغير ومع اسلام. كفايه بقى يا اخي، حد تاني هيتكلم عني هديله بالجزمه، هديله بالقديمه، ومش هسيبك بالقانون عشان اتشهرت بيا وبنادي محترم. هذا بقى بتهجم على اختها، بتهجم المضيفه المحترمه بتاعت مصر الطيران. دي كاميرات نادي، احنا مش بنصور حد، كاميرات نادي هنا اهو موجوده اهو، هتلاقي في كل مكان كاميرا. واقفه ايه؟ ايوه مش هي دي؟ ايوه. واقفه مع مين؟ مين؟ واقفه مع مين؟ فين مدير الامن؟
راجل محترم اللي كان رئيس قطاع امني مركزي هو ده. تمام. وتشوح وبتشتم. تمام. عرفتوا الحقيقه؟ والتريقه وصل الصدر. كلامي واضح. القصه ما بداتش بشعر احمر ولا اخضر. القصه بدات بدروس وقله ادب. وكلامي واضح. قبل الانتخابات بعد الانتخابات لن اسمح بسيده او انسه هتخش النادي بلبس خليع. كلامي واضح. انا بتعامل مع ربنا. لن اسمح بسيده او انسه هتخش النادي لابسه محزق وملزق. انا بتعامل مع ربنا. ربنا هيسالني في يوم من الايام انت كنت في المكان ده راعي رعيتك، عملت ايه؟ كنت خايف عشان الانتخابات؟ كنت خايف عشان السوشيال مش عارف مين والفاسدين اللي بيقعدوا يشهروا بيك؟ مش هسمح بواد يخش النادي شعره زي الستات. الكلام ده بقولوش النهارده. بقول له انا عندي مجلس اداره من 92 لغايه النهارده. مع اني كنت شغال مع مستشار جليل، مستشار جلال ابراهيم الله يرحمه، ومع كمال درويش ربنا يديله الصحه. وكنت انا اللي منع ده كله. ليه؟ عشان لما عيل يتحرش بسيده وانسه اقدر احاسبه. انما احنا سيدنا علي ابن ابي طالب اتكلم عن نساء الامام علي اخر الزمان، منهم هذه السيده. هي دي. اوعوا تفتكروا ان انا بعدي. من انتم؟ فاكرين البنت الممثله بتاع من انتم؟ زعلانين ليه من منى زكي؟ دي دراما. ولا وبرضه عمرو اديب بيدافع. احكي يا شهرزاد. فيلم زوجة وهي خارجة من البيت بتخلع ملابسها الداخلية وتحطها في الشنطة والويسكي 24 ساعة. يا جماعة حرام والله. ايه يا عمرو؟ عايزين منها ايه؟ مرام هي ممثلة محترمة ساقطة، بس ما ندافعش عن المشهد ولا عن البنت اللي حاطة في شنطتها حاجات منع الحمل. بنت